ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بقالي اكتر من 15 يوم ما نزلتش ولا فيديو. اسكت، لازم اجيب حاجه بص معتبره كده تتفرجوا عليها. خش على فيديو، يلا بينا. عارفه كوبايه الميه؟ جيبي كوبايه الميه اللي بيشرب منها جوزك، ما ترميش الباقي. لما يخلق بيسيب شويه ميه كده ما ترميهمش. اغسلي وشك بيها مره الصبح ومره بالليل. خلاص باظت يا صاحبي، باظت خلاص، الدنيا الموضوع باظ. ما مش لاقيين حد يتجوزهم منهم دول، خلاص بقوا زي الهم على القلب. مفيش منهم، بقوا ياما. تمشي في اي حته كده تلاقي ياما كده. وبعدين مش هسيب اي حاجه في الكوبايه، هشربها كلها. ايه رايك بقى؟ عيني وشك هينور وهيبقى زي الطبق المدور. دي وصفة بتاعت ياسمين عز، انا مش عارف الصراحة الحوار ده، بس هي دي وصفة ده ما هي قالتها، يبقى ممكن، الله اعلم، جايز. ميه، بيوتنا كلها فيها ميه وحنفيات وازايز وكل حاجه. انت كل يوم الصبح كده قبل ما يطلع يروح الشغل كده ان شاء الله تجيب له ازازة مية، فاهمة؟ يشرب منها زي ما يقدر يشرب، والباقي يغسل بوشك وتوضي كده، فاهمة؟ ووشك هينور، هيبقى بدر، هيبقى بصي، هيبقى ملعلط كده، هيبقى زي الشمس الصبح كده. اتفضلي يا فنانة، كملي. نفس القصه، عايزه سكراب لوشك. دي بدل ما تجيبي حاجات والله ظلمتك، خلي بالك، انا فكرت الحاجات دي يعني، بس كويس بدل ما تجيبي بقى ماسكات وبتاع ده كله، فاهمه؟ دي حاجات طبيعيه. تقريبا الراجل بيفرز ماده باين من بقه وبيشرب الميه، فانت خديها اغسلي بقى وشك الصبح. بصي بشرتنا فل 100 فل الفل. مفيش اي تكلفه، كله من البيت. برضه نفس القصه، كوبايه القهوه بتاعت جوزك بعد ما يشرب باقي القهوه شويه صغيرين دول اعملي منها سكراب رباني ينور وشك. انا بصراحه مش عارف يعني ايه اللي هي قالته ده، بس يعني ما اعرفش. انا يعني واحد بيحلق عند الحلاق بيعمل ايه؟ بيحلق شعره وده، حط له ماسك كده اي تفتيح، اي بتنجان يعني، بنفرح برضه بشويه. نعمل ايه يعني؟ بعد ما اشرب كوبايه القهوه شويه اللي بتوع التفل دول، هتقعد برضه تفرد على وشها كده الدنيا كده، والموضوع هيمشي يعني، هنمشي الدنيا مع بعضينا، مش عايزين نحبكها. ينظف وشك، يغسل احزانك. برضو اللي شاربها جوزك. طب لو اللي انت شارباها كده، طب ياسمين بشرب انا قهوه، ممكن لا، عكوسات تعمل لك التهابات في وشك وبشرتك. العلم اتطور يا جدعان، مش عارف برضه الواحد كان فين كل ده، الواحد بقاله 15 يوم يحصل في كل ده. العلم اتطور قوي. ما هو برضه مش هننسى برضه الناس برضه لسه في مواهب جايه. خش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى فيديو بتاعي. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. مطلوب عريس مصري أصيل. والله بكلمك بجد. هو انت ايه؟ مش فاهم يعني. اللي مش فاهم يعني، هو ده هطلب لك اوردر يعني من بره مثلا، هيقولك شحن؟ مصري أصيل هيصرف عليا كل شهر المصاريف بتاعي 60,000 جنيه. كم؟ 60,000 جنيه؟ ليه؟ انت مين عشان اصرف عليك 60,000 جنيه؟ ليه 60؟ ليه انا بقبض كام اصلا عشان اقبض؟ هتخرجيني عن شعوري، بلاش، الله يرضى عليكي، ما تخرجنيش عن شعوري وما ينفعش الفيديو. ليه 60؟ ليه 60,000 جنيه؟ ليه؟ بتقدمي لي ايه؟ بتقدمي لي دهب كل يوم؟ ده ملوش دعوة بالأكل البيت والشرب والحاجات دي، ماليش دعوة بيه، ده شوبينج بتاعي وبس كده يعني. انت بس هتعمل تقريبا يعني، هتاخد منك 60,000 جنيه غير الاكل والشرب وفسحات وخروجات. فسحات ما هي نفس الحاجه، وخروجات وفاهمه، وعايزين نعمل شوبينج ومش شوبينج ده غير 60,000 جنيه. يعني انت مثلا تقبض لك 150,000 تقريبا متهيألي يعني، انا اعتقد عشان المزاله تكفي. بس هياخد بقى مقابل بتاعه شقة تمليك في الكوشن حلو، مكان حلو يعني، عربية موديل آخر السنة، هياخد جنسية باسبور أمريكي، فاللي هو يعني هو هياخد أكتر مني بصراحة. هو حضرتك يعني انت خاطبه؟ يعني انا مش فاهم، انت ايه؟ من منين؟ حته جايه من هولندا؟ انت منين؟ من مصر؟ مش فاهم انا يعني ايه. هتاخد باسبور امريكي وهتاخد عربيه؟ هو اللي هياخد عربيه اخر موديل؟ لا لو كده هنفكر، ما هو مش عارف. لو هو اللي هياخد ده فيعني هيبقى عامل مشكله في العمليه الانتحاريه بتاعت الجواز ازاي اصلا يعني. الواحد بيبص استغفر الله العظيم برضه، مش عارف، هو حاسس الواحد بيتنمر برضه بحرام وبتاع. كمل الفيديو يا رب لحد. فشوفوا لي راجل مصري أصيل بس صعيدي بقى عشان يمشيني مسطرة بصراحة يعني. ما اعتقدش الاوبشن ده مش موجود، انت بتدوري في المكان الغلط. فشوفوا لي دوروا لي على عريس يكون عاقل، ما يكونش مختل عقليا، عريس هيصرف عليا كل شهر 60,000 جنيه. شوفوا لي بقى. انت عايزه واحد يكون بياخد كمامات،
عشان يفوق للعقلانيه بتاعتك دي. ده كفايه بس نصحى من النوم كده ايه وش يا نهار اسود على الصبح 6000 جنيه. الله يرضى عليك يما، الواحد بص دماغه مصدعه اصلا. الله يرضى عليك.